وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ؟ والله الحمد لله. والله في سؤالين يا شيخ لو سمحت. اتفضل. السؤال الأول لو سمحت، عايز نعرف من فضيلتكم نبذة بسيطة عن ربيع بن هادي المدخلي. والسؤال الثاني، هل يجوز لمس الزوجة بعد الوضوء أم لا؟ شكرا يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فعن الشيخ ربيع بن هادي المدخلي وفقه الله لكل خير، فالذي أعلمه أنه عالم من علماء المسلمين، وعالم تخصصه علم حديث، ولكن الذي حدث هذه الآونة أن شبابا التفوا حوله ونقلوا له كثيرا من الأخبار الخاطئة، فعلى ما يبلغني أنه بنى عليها بعض البناءات، ولكنه عالم من علماء المسلمين استفادوا منه في علم الحديث، وله كتب قيمة، وأرى أن معتقده معتقد أهل السنة والجماعة. أما الذي يحدث من الشباب الذين نسبوا إليه فقد شوهوا صورته تشويها كبيرا، وأنني أذكر فضيلة الشيخ ربيع ابن هادي وفقه الله لكل خير بأن يخرج وبين معتقداته في مسائل العقيدة، ونعرف أن نحن المسائل التي تحامل فيها على غيره من أهل العلم، لكن الرجل معتقده معتقد أهل السنة والجماعة، هذا والله تعالى أعلى وأعلم. لكن ما يخص هجومه على بعض المشايخ أو نيل بعض المشايخ، فهذه تخصه بين يدي ربه ولا نقره عليها. إنما الذي يعنينا أنه عالم من علماء المسلمين من أهل السنة والجماعة فيما حسبته، والله حسيبه، والله أعلم.